أهم القواعد النفسية اللي ممكن تغير حياتك. القاعدة الأولى: أفكارك مش حقايق. مش كل حاجة بتفكر فيها تبقى حقيقة. الدماغ ساعات بيضخم الأمور، بيفسر الكلام غلط، أو يديك إحساس بالخطر من غير سبب. لما تبقى عارف إن دماغك ممكن يخدعك، هتعرف تقف وتفكر قبل ما تصدق كل حاجة. والقاعدة التانية: المشاعر بتمر مش بتدوم. أنا مش هموت من الحزن ده، صح؟ الزعل، القلق، الغضب مشاعر طبيعية، بس مش بتستمر. لو استنيت حتى أصعب لحظة هتعدي، فما تخليش لحظة مؤقتة تدمر قرار دايم. والقاعدة التالتة: مش لازم ترد على كل حاجة. التجاهل قوة. مش كل كلمة تستاهل رد، ومش كل استفزاز لازم يغضبك. لما تختار إنك ما تردش، فده مش ضعف، ده تحكم. والقاعدة الرابعة: الرفض مش نهاية العالم. اللي بيرفضك مش بالضرورة شايف إنك وحش. الرفض جزء من الحياة، سواء في شغل، حب، أو صداقات، بس هو مش تقييم لقيمتك. أوقات بيكون الرفض هو اللي بيوديك لحاجة أحسن. والقاعدة الخامسة: ركز على اللي في إيدك. التوتر بيجي من التفكير في حاجات مش تحت سيطرتك، فبدل ما تفكر في هيحصل إيه، فكر في أنا أقدر أعمل إيه دلوقتي، وده بيقلل القلق بنسبة كبيرة. والقاعدة السادسة: أنت مش أفكارك سلبية. لما تسمع صوت جواك بيقول أنا فاشل، اعرف إنه مش الحقيقة، دي مجرد فكرة تقدر تختار تصدقها أو لأ. قول لنفسك أنا مش الصوت السلبي ده، أنا أكتر من كده. والقاعدة السابعة: الراحة مش طرف، دي ضرورة. لما ترتاح، جسمك